هو ده الأب اللي بجد، اللي بيحافظ على كرامة بنته وفي نفس الوقت بيحافظ على كرامة جوزها. بنتك جاية تشتكي لك من جوزها وبتعيط، انت قمت قايم انا هروح اوريه ازاي يعمل فيكي كده، وفضلت مامتها تقول لها ده احنا هنوريه، مش هتقعدي معاه ثانية واحدة. احنا ساعات من كتر حبنا في بناتنا وخوفنا عليهم ولاننا عايزين لهم بيوت هادية ومستقرة بنهد بيوتهم من غير ما ناخد بالنا. لما يكون في مشكلة بين بنتك وجوزها ما ينفعش قدام الولاد نفضل نتكلم عن جوزها وحش، ما ينفعش تبقى القعدة بتاعتنا كلها كلام وحش عنه. على فكرة ده بيأخر الصلح بينهم، ممكن الموضوع يتهد كله من أوله لآخره. خلي عندنا حكمة لما بنتنا ترجع لنا وفي مشكلة، وكفاية كلام وحش ما يتنساش بعد الخلاف. بلاش طول الوقت تسألوا بناتكم اجوازكم عاملين ايه معاكم علشان تاخدوا منهم اللي انتوا عايزين تاخدوه، وتحولوا القعدة مع بناتكم لكلام عن أزواجهم. كلام سيء بيفضل محفور وبيقلل الود بعد كده بينهم وبين بعض. الرسول احترم مشاعر بنته زينب لما جت تفدي جوزها الكافر بالقلادة. احترم مشاعر بنتك، لو عارف ان هي بتحبه حافظ على العلاقة بينهم. ممكن تقرص ودنه شوية لكن ما تهدش البيت لو الخلافات بسيطة وعادية.